بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. مستمعي الكرام، محدثكم دكتور جمال إبراهيم، مدير عام الإرشاد الديني بوزارة الأوقاف، ونحن مقبلون على ختام الشهر الكريم. كان للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه العشر هدي، كان يجتهد صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من هذا الشهر الكريم نظرا لانتهاء هذا الشهر وما فيه من نفحات لله رب العالمين، وما فيه من منح وعطايا تفضل الله عز وجل بها على مخلوقاته. فقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مبينة منهج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ الأهل وجد وشد المئزر صلى الله عليه وسلم، وما ذلكم إلا لفوات هذه الأيام المباركات وما فيها من تنزل لرحمات الله تبارك وتعالى، وبخاصة في العشر الأواخر ليلة القدر التي قال الله عز وجل فيها في سورتها: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فكان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر، فكان يقيم الليل صلى الله عليه وسلم وكان يعتكف، وهذا دأبه صلى الله عليه وسلم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر كان يعتكف رجاء أن يثاب وأن يتحصل وأن يصل إلى ليلة القدر التي تساوي عمر الإنسان كاملا في طاعة الله تبارك وتعالى، بل أكثر، لأنها تعادل أكثر من 83 عاما، يعني تعدل عمر الإنسان منذ ولادته إلى أن يرحل إلى المولى عز وجل. هذا إن قضى هذا العمر كله في جنب الله وفي طاعة الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم في العشر الأواخر عملا صالحا يرضى به عنا، يغفر به ذنوبنا ويستر به عيوبنا ويبيض به وجوهنا وقلوبنا وقبورنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.